السلام عليكم، وكنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو. الوصفه اليوم ديالنا هي حريشات بالكاكاو، كيجيو معلكين وكيجيو لذاذين بزاف وما تشبعوش منهم، وكما شفتوا معايا كيجيو مفقعين وكيجيو زوينين بمكونات او مقادير يعني اقتصاديه. وهنا كنقول لك مرحبا بك اختي في شهيوات ماجده. ما تنسينيش من ديك اللايك. وهنا غنبداو بسم الله على بركة الله، يعني في المكونات وفي نفس الوقت في طريقة التحضير. هنايا عندي المكونات غنوريه لكم كما شفتوا معايا. عندي هاد الكاس كيهز بقياس العنبه، بهاد قد هاد الكاس هذا، يعني هاد الكيسان كيهزو عندي قياس العنبه بجوج بيهم، واخا هذاك يعني صغير وهذاك كبير راهم بحال بحال. وهنا هادو هما المكونات ديالي وغنذكرهم معاكم. وانا كنخدم هاد الحريشات هنا في واحد لوبول. بسم الله على بركة الله. كنضيف عندي جوج كيسان ديال السميده ونص بقياس العنبه، جوج كيسان ونص ديال السميده المخصصه، يعني اللي كنديروا بها البغرير والغريبه والحرشه والبسبوسه. يعني ديك السميده اللي كنديروا بها يعني الحرشه والبغرير كما قلت لكم. وعندي نص كاس ديال السكر حبيبات، وعندي قبيصه د الملحه، وعندي ساشي واحد ديال خميره الحلوه يعني كيوزن 8 غرام، وعندي جوج معالق ديال الكاكاو. كنخلط هاد النواشف مع بعضياتها كما كتشوفوا معايا على هاد الشكل هذا، يعني بيديه هكا كما كتشوفوا. ومن بعد كنضيف بيضه بدرجه حراره المطبخ، بيضه وحده. وعندي نص كاس ديال الزيت، يعني هذا الكاس كما سبق لي وقلت لكم راه كيهز القياس ديال هذاك الكاس. وكندير نص كاس الزيت وكنبسبس هاد المكونات ديالي جيدا كما كتشوفوا معايا. كندخل ديك الزيت وديك البيض في ديك السميده والمكونات اللي درت معاها في لوبول، كنبقى على هذا الشكل. من بعد عندي كاس الحليب، كاس الحليب عندي كنضيفوا لهاد المكونات يعني السوائل. عندي غير نص كاس ديال الزيت وكاس الحليب، هذا هو القوام اللي كنحصل عليه. كتجي هذه هي الحريشه ديالنا، فراها كتجي رائعه. وهنا عندي جوج معالق ديال الفيغميسيل، كما يمكن لكم ديروا اي مكسرات عندكم. انا خدمت باللي متوفر عندي وراهم ساهلين وكيجيو لذاذين. كنعتذر من الصوت ديالي راني مريضه، وهكاك خصني ضروري نحط معكم واحد فيديو هكا، ما كنبغيش نغيب عليكم بزاف. هنا بعد ما يعني جمعت الحريشه ديالي ما كنخليهاش مباشره كندوز نخدم بها. هنا كندهن يدي بالزيت كما كتشوفوا معايا، ومن بعد كنديرها على شكل كرات. انا راه درتهم كبار، فاذا درتوهم نتوما صغار غتعطيكم كميه اللي هي كثيره. كما يمكن لكم تضعفوا يعني المقادير باش تحصلوا على كميه اللي هي يعني تكون كثيره. كندير كويرات على هذا الشكل وكنفندهم في السميده كما كتشوفوا معايا. كاينه هاد الطريقه اللي درت معكم هكا في لوبول، وكاينه هاد الطريقه اللي كندير السميده في يدي وكنقاد الحريشات ديالي على هاد الشكل هكا. هاد الطريقه عمليه، كتهزي الحريشه ديالك وكديريها في يدك وكتسخوي فوق منها السميده، كتجي عمليه. وكتقادي الحريشه ديالك وتحطيها. هنا راه سبق لي وشعل الفرن ديالي كيسخن على عافيه يعني متوسطه. هنا بعد ما كنديرهم في اللاطه ديالي كنولي ندردر عليهم شويه السميده باش كيعطيونا ديك، باش ما كيتفقعوا معنا، كتجي باينه على هذا الشكل. هنا كندخلهم الفران اللي سبق لي وشعله على عافيه متوسطه. كندخلهم يعني كنديرهم من التحت 10 دقائق بالضبط، من التحت حتى كيتشقوا معانا، وعاد كنولي نديرهم من الفوق كيطيبوا يعني حتى كيتحمر لنا القاع ديالهم وكنخرجوهم. يعني درتهم 10 دقائق من التحت على ما تحلات وتفقعات على هذا الشكل. من بعد كنطلعها يعني تكمل حقها في الطياب من التحت. كيجي هذا هو الشكل ديالها، كتجي غزاله وكتجي يعني لا في الشكل ولا في المذاق ديالها، وكيجيو بنانين وكيجيو معلكين بديك الفيغميسيل وديك الكاكاو اللي حضرت معاكم. كيجي هذا هو شكلهم. فإلا عجبكم لا فيديو ما تنساونيش
يعني من لي لايك ديالكم ومن التعاليق الزوينه، وتشاركوا يعني الوصفه مع العائله والاصدقاء. وهادو هما الشكل ديالهم. كنقسم معكم وحيده باش غتشوفوها، كتجي معلكه وراه كيعجبوا الوليدات بزاف، كيجيو زوينين ولذاذين. وبسلامه عليكم.